المقارنة. ما تقارنيش نفسك بحد. عايزة تدمري نفسك، عايزة تدمري اعصابك، تدمري نفسيتك، تشوفي نفسك اسوأ واحدة في الدنيا، تحسسي نفسك ان انت اسوأ بني ادمة على وجه الارض، تبقي مش راضية عن نفسك، كارهة نفسك، كارهة اليوم اللي اتولدتي فيه. قارني نفسك بحد. لو ركزتوا معايا في الفيديو ده هتبقوا واثقين في نفسكم 100%. هقول لكم كده كام خطوة لو نفذتوها بجد انتوا ثقتكم هتبقى فوق في السماء. مهما حد قال لكم، مهما حد يعمل لكم اي حاجة، مهما حد شافكم باي طريقة، انتوا مش فارق معاكم، عشان انتوا شايفين نفسكم احسن ناس في الدنيا. بصوا هقول لكم حاجة، ودي اهم ستيب هقولها. مش لازم علشان اثق في نفسي ابقى مثلا اشطر بنت في الدنيا او احلى بنت في الدنيا واي حاجه بنت في الدنيا. اي صفه فيا تبقى كبيره قوي وتبقى اكتر حاجه في الدنيا علشان ابقى واثقه في نفسي. الثقه في النفس هي ايه؟ هي ان انا ابقى عارفه ان انا في حاجه معينه انا مش كامله فيها، بس مع ذلك عادي. يعني ايه؟ يعني مش مهم. يعني انا مثلا مش شاطره قوي في الرياضه مثلا، فهل ده معناه ان انا فاشله؟ لا، انا طول عمري في مسيرتي التعليميه بقول ان انا فاشله جدا في الرياضه، لكن مع ذلك شايفه نفسي اشطر بنت في الدنيا. يعني دي عمرها ما حاجه تقلل مني، ولا عمرها حاجه مثلا ابقى مكسوفه منها. لا عادي، مش شاطره في الرياضه، ومع ذلك حاسه ان انا شاطره وجميله وكويسه عادي. المهم يعني عشان مش عايزه اطول عليكم قوي في الانترو بس كده، مش لازم اي حاجه تبقى كامله فيكي، لان اصلا الكمال لله وحده، فاحنا كبشر عمرنا ما هنبقى كاملين. فانت مش لازم يبقى اي حاجه فيكي كامله 100% عشان تبقي واثقه في نفسك. لا، انت ممكن تثقي في نفسك وانت عارفه ان انت فيكي عيوب، في حاجات انت مش احسن حاجه فيها، في تحصيلك الدراسي مش احسن حاجه، في ديفوهات في شكل، عندك كام صفه فيكي عايزه تغيريها. كل ده ملوش اي علاقه بثقتك في نفسك. تثقي في نفسك تحت اي ظرف، ان شاء الله حتى فيكي ايه، اللي هو انا فيها كذا بس انا برضو واثقه في نفسي وانا عارفه ان انا احلى بنت في الدنيا. اول حاجه بقى اقولها لكم، طبعا انا متاكده ان اغلبنا بيعملها، بس اول حاجه اقولها لكم، بلاش تجلدي نفسك. بلاش تجلدي نفسك. عارفه ان اغلبنا بيقعد يجلد نفسه، انا غلطت في كذا، انا ما كانش ينفع اقول كذا، ويقعد بقى يفتكر بقى مواقف مثلا من 10-20 سنه هو عملها، ويقعد يلوم نفسه ويحاسب نفسه. يا جماعه ما تجلدوش نفسكم، بجد ما تجلدوش نفسكم، خليكم رحماء مع نفسكم. لو واحده صاحبتك جت بتحكي لك موقف ضايقها او موقف هي عارفه ان هي غلطانه فيه، تقعدي تقولي لها معلش حصل خير، انت بس اهم حاجه تاخدي بالك، لكن ما تقعديش تجلديها. لا انا مش كويسه، لا انا اتسرعت، لا انا غبيه، لا انا ما بفهمش. خليكي رحيمه مع نفسك، حبي نفسك، ولما تحبي نفسك مش هتجلديها، انت مش هيهون عليكي نفسك. يعني انا نادرا مثلا صراحه، يعني الصفه دي انا نادرا ما بعملها، نادرا ما بجلد نفسي. مثلا غلطت في حاجه، معلش انت برضو ما كنتيش واخده بالك، معلش مش هتكرريها تاني، معلش اصل انت مركزتيش. ده الكلام اللي انا بقوله لنفسي، مش بقعد اجلد نفسي. نادرا يعني، ممكن مثلا جلدت نفسي مثلا 3-4 مرات في حياتي كلها. يمكن انا في الطبيعي ما بحبش بجد اقسو على نفسي. ليه؟ اللي حصل حصل، يعني انا مش هرجع الموقف اللي حصل، وفعلا ببقى عارفه ان انا مش قصدي، ما انا بني ادمه، انا وارد اغلط، فدي مش نهايه الدنيا، فما تجلدوش نفسكم. تاني حاجه بقى بجد هتعزز ثقتك في نفسك جدا، وحاجه هي صغيره جدا عمر ما حد هيتخيلها، بس بجد يا جماعه بتفرق قوي. اوعدي نفسك وعد واعمليه. قولي مثلا انا هعمل دايت وهخس مثلا 5 كيلو. الحركه دي سحر يا جماعه، عشان انا مجرباها بجد. لما انت بتوعدي نفسك وعد وبتعمليه، بتحسي ان انت قادره، بتحسي ان انت شاطره، ان انت قويه. عامه ده مش في الدايت بس، بقول لكم عموما. يعني مثلا لو قررتي ان انت كل يوم مثلا قلتي انا هصحى بدري عشان صحتي، وهاكل اكل صحي، وهنزل اتمرن، وهروح الجيم، وهجري حتى في الشارع، مش لازم اروح جيم. لو انت التزمتي بالوعود اللي انت بتوعديها لنفسك دي، انت هتكبري في عين نفسك، هتحسي ان انت قادره، انت قلتي حاجه وعملتيها، فانت كده نجحتي. فشعور الواحد بان هو ينجح حتى لو هو انجاز صغير وبسيط، بجد فعلا بيعزز الثقه جدا في النفس، وبتبقي انت حابه نفسك، انت فخوره بنفسك،
تحسي ايوه انا اللي عملت الانجاز ده، ايوه انا غيرت نفسي من كده لكده. فبجد الموضوع ده سحر. حطوا دلوقتي وانتوا بتتفرجوا عليا مثلا خطه كده، اللي هو انا هبطل العاده دي من اول الشهر وابداوا فعلا، او من بكره. ما بحبش بصراحه الخطط البعيده، اي حاجه بحب اغيرها في نفسي بقول انا من بكره مش هعمل كذا بس كده. فانتوا لو من بكره هتعملوا حاجه معينه واستمروا فيها وبجد هتشوفوا. تالت حاجه بقى، اوعي ابدا 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 تقارني نفسك بحد. ليه؟ لان مش كلنا زي بعض. البنت اللي انت شايفه ان هي دي بيرفكت، البنت دي ما حصلتش، دي بنت خطيره. البنت دي انت ما تعرفيش حياتها فيها ايه، البنت دي ما تعرفيش اصلا هي مبسوطه بالمميزات اللي انت شايفاها هي موجوده فيها اصلا ولا لا. دي مش انت، ظروفها مش ظروفك، اهلها مش اهلك، شكلها مش شكلك، الامتيازات اللي عندها مش عندك. فانت لازم تعرفي ان انت مش زي غيرك وغيرك مش زيك. البنت اللي انت بصلها دي ممكن انت تبقى انت بالنسبه لها بنت معجزه، انت اسطوره. ممكن يبقى انت اي حاجه ظاهريه انت شايفاها ان هي موجوده فيها مش فيكي، ممكن هي تبقى شايفه حاجات فيكي انت اصلا مش شايفاها لان انت مركزه معاها، انت مش مركزه مع نفسك. فما تقارنيش نفسك بحد. ربنا بيدي كل واحد رزقه يا جماعه. لو عرفنا ان ربنا بيقسم الارزاق، وان انت خلى رزقك في حاجه معينه وخلى رزقها في حاجه تانية. لو انت عرفتي ان ربنا خلى رزقك ان انت يبقى شكلك حلو، لكن خلى رزقها هي مثلا يبقى عندها اهل حنينين، خد منك انت الاهل الحنينين بس خلاك انت مثلا محبوبه من الناس كلها، واداها هي رزق تاني مثلا الصحه، اداك انت المال، اداها هي الاولاد. فالرزق ده بتاع ربنا مش بتاعنا ابدا. ما تقارنيش نفسك بحد، بجد انت اللي هتندمي، انت الخسرانه. هتشوفي نفسك قليله، هتشوفي نفسك وحشه، هتبقي عايشه يعني انت عايشه بتقلديها، انت عايشه على خطاها، انت بتشوفي هي بتعمل ايه، انت بتعملي نايمه صاحيه قاعده بيها، مش بتطوري من نفسك. الوقت اللي هتستهلكيه في ان انت تقارني نفسك بغيرك استخدميه في نفسك، استثمريه في ذاتك. ومنتي اعملي، قومي طوري من نفسك، طوري الانجليش بتاعك يا ستي، العبي رياضه، انزلي تمشي، اعملي كوني صداقات، اشتغلي على نقط العيوب اللي انت شايفاها في نفسك. لكن ما تقارنيش نفسك بحد. الغيره قاتله 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 بجد. ومن النقط المهمه جدا ان انت لازم تبقي حواليكي ناس انت عارفه الناس دول بيحبوكي فعلا من قلبهم. عايزه اقول لكم حاجه، انا الحمد لله يعني شايفه ان انا محظوظه قوي في النقطه دي، ان انا طول عمري اهلي وعيلتي كلها بيحبوني، فانا الحمد لله طول عمري محبوبه منهم. فمن زمان بسمع كلمه اللي هو الحلو حلو لو صاحي من النوم. فعايزه اقول لكم ان انا مترسخ في عقلي لحد النهارده ان انا برضو اصلا بحب احلل نفسي نفسيا على طول، بحب احلل اللي حواليا قوي نفسيا. بس حللت حاجه فيا ان انا مثلا لاحظت ان انا لو في يوم حاسه ان انا مش لابسه فيه احسن حاجه، بحس اللي هو ايه، بس انا اصلا شكلي حلو، فانا هبقى محليه الطقم مش احلى حاجه بس انا اللي محليه. فبجد ادركت قد ايه ان احنا عقلنا بيحتفظ قوي بالحاجات دي، بجد احنا بنحتفظ قوي بالحاجات دي. فانت طول ما انت محاطه بناس بتحبك، ناس بتشوف احلى حاجه فيكي، ناس دايما بتقولك كلام حلو، انت بعد كده انت هتبقي شايفه نفسك بعيون الناس دي. اهم حاجه زي ما قلت لك تبقى ناس بتحبك، يعني اهلك، يعني مفيش اكتر من اهلك، صحابك اللي انت عارفه ان هو فعلا بيحبوكي من قلبهم، مش بيمثلوا، بيحبوكي فعلا من قلبهم. الناس دول خليكي معاهم عشان هما هيشوفوكي بنظره حلوه، النظره دي هتنعكس عليكي بجد صدقيني. النقطه اللي بعدها بقى، ما تستنيش راي حد فيكي. النقطه دي جميله جميله. ما تعمليش حاجه مثلا، ما مثلا اتشيكتي وشكلك شيك قوي، شكلك تحفه اموره جدا، ورايحه مثلا فرح، رايحه اي مناسبه ماشي، وانت شكلك شيك، بس لقيتي محدش علق ان انت شكلك حلو، فما تستنيش راي حد فيكي. ما تتهزيش، ما تحسيش ان ايه ده دول ما علقوش، دول ما قالوش انت شكلك حلو. مش ممكن يبقوا غيرانين منك؟ فكرتي فيها دي؟ يعني انت مثلا اول حاجه هتيجي في دماغك لا انا شكلي كده، شكلي مش حلو طالما محدش علق عليا، ده انا شكلي مبهدله، ده انا استني بس ثانيه واحده، انت متاكده ان هما بيحبوكي؟
متاكده يعني بدل ما انت تلومي نفسك سالتي انت نفسك هم اصلا جواهم خير ناحيتك؟ هم بيحبوكي؟ هم سالكين اتجاهك؟ دي نقطه. تاني نقطه، مش يمكن برضو هم اصلا مشغولين؟ يعني مثلا مش يمكن هم مش فاضيين في حاجه كده شغله تفكيرهم، هم مركزين مع حاجه تانية؟ ده ممكن برضو. ممكن عادي جدا يبقى مثلا الستايل بتاعك هو مش ذوقهم، فعايزاكي كده ما تستنيش الناس تقيمك، ما تستنيش ان الناس يدوكي رايهم عشان انت كده تحسي انا كده حلوه وانا كده جميله وانا كده اموره. لا والله انا لابسه ومتشيكه وانا عارفه ان انا زي القمر، حد علق اهلا وسهلا، اكيد هتبسط واكيد هحس بشعور حلو، بس حد ما علقش عادي جدا، مش مستنيه تعليق حد فيا، مش مستنيه راي حد فيها، مش مستنيه حد يقيمني لان انا اصلا مقيمه نفسي. وهقول لكم على حاجه والله مش كليشيه ابدا، جربوها انتوا كسبانين. قولي انا جميله، والله قولي انا جميله، صدقيها بقى، يعني قوليها وانتي مصدقاها، حتى لو في الاول هتبقي مش مصدقه، اثناء ما انتي ما بتقولي انتي هتصدقي. قولي انا جميله الناس هتشوفك جميله، قولي انا ذكيه الناس هتشوفك ذكيه، قولي انا شاطره الناس هتشوفك شاطره. يا جماعه احنا اللي بنقنع نفسنا بالحاجه، احنا سهل جدا على فكره نضحك على عقلنا، ماشي؟ ولما نضحك على عقلنا ونتعامل ان احنا حلوين وشطار واذكياء، كل اللي حوالينا هيشوفونا حلوين وشطار واذكياء، ماشي؟ واهم حاجه نفسك، زي ما قلت لك، سيبك من راي اي حد فيكي، اهم حاجه انت الاول، انت الاول تبقي مقتنعه ان انت حلوه وشاطره وذكيه. فانت سهل جدا 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 تضحكي على نفسك وتضحكي على عقلك. والله قولي انا حلوه، وانا انا مثلا مناخيري صغيره، انا بقي صغير، ايه ده، الله انا رسمه عيني، انا عيني مسحوبه. انت طول ما انت بتكرري الحاجات دي انت هتصدقيها على فكره، وانت هتشوفي نفسك حلوه وجميله، واللي حواليكي والله حتى لو مش شايفينك حلوه. وخلي بالكم برضو احنا عندنا معايير الجمال مختلفه جدا، ممكن الشخص اللي انا شايفاه حلو غيري شايفه مش حلو، واللي انا شايفاه مش حلو غيري شايفه حلو، فمعايير الجمال عندنا مختلفه، ماشي؟ بس انتي اعملي ماركتنج لنفسك من الاخر، يعني انتي لو شفتي نفسك حلوه تقدري تقولي انا حلوه انا حلوه انا حلوه، اللي حواليكي هيشوفوك حلو، هما هيتاثروا من كلامك على فكره. يعني الشخص لما يلاقيكي قاعده عماله تكرري حاجه كتير هيبتدي يشوفك بالنظره اللي انت شايفه بيها نفسك. عايزه تثقي في نفسك، تشوفي نفسك اي صفه في الدنيا، قولي انا كذا وكرريها وانت هتبقي كذا كده. واخر حاجه هقولها بقى، خدوا شاور يا بنات، خدوا شاور، رطبوا جلدكم حتى لو مش محتاج ترطيب، حطوا برفيوم، حطوا بودي سبلاش، خليكم دايما نضاف، خلي دايما لبسكم نظيف، ريحته حلوه، مغسول، لو في مثلا حاجه مكسره اكويها. والله طول ما انتي بتعاملي نفسك بحب وانت عارفه ان انت مثلا بذلتي مجهود، انت استحملتي حمومه العيد زي ما احنا بنقول، ماشي؟ انت ريحتك حلوه، انت بعد كده هتحسي ان انت الفاليو بتاعتك عاليه، اللي هو لا ده انا جميله ونظيفه ومرتبه واخده بالي من نفسي. فبجد عاملوا نفسكم بطريقه حلوه، يعني اهتموا بنفسكم، الحاجات دي كلها بتبان، الحاجات دي بجد اثرها النفسي بيبقى كبير قوي علينا فوق ما انتم ممكن تتخيلوا. انا خلصت خلاص، واتمنى يا رب تعملوا كل الحاجات اللي انا قلتها، والله هتفرق معاكم بشكل انتوا مش هتتخيلوا. باي حلو.